شهر رمضان من أعظم الشهور التي من الله بها علينا. شهر رمضان نزل فيه القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهو نعمة عظيمة، لازم نستغل شهر رمضان، ولازم نستغل كل ساعة في شهر رمضان، نستغلها أحسن استغلال. ليه؟ هو شهر واحد من بين 12 شهر، شهر و11 شهر، فهذا الشهر يجب علينا أن نستغله وأن نستغل كل دقيقة في شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الوقت وهذا الفراغ هو نعمة عظيمة عليك، فيجب عليك أن تستغله أحسن استغلال. في شباب كتير، ناس كتير، مسلمين كتير لا يقدرون هذا الوقت ولا يقدرون هذه النعمة، فيأتي شهر رمضان عليهم، يدخل عليهم ويخرج منهم ولم يفعلوا شيئا في شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لما رقى المنبر وقال آمين، ثم قال آمين، ثم قال آمين، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله فأدخله النار فقل آمين. فقلت آمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني لم يتخيل أن يدخل عليك شهر رمضان ولم تستفيد من شهر رمضان، ما استغلتش شهر رمضان كما يكون الاستغلال. عشان كده النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وعن عمره فيما أفناه. هذا العمر وهذا الوقت فيما أفنيته، هل أفنيته في طاعة الله أم أفنيته فيما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ شهر رمضان يجب عليك أن تحدد هدفك وتحدد وقتك فيما يفيد وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى. في الحديث الصحيح إن في 2 من الصحابة أسلموا مع بعض وراحوا عند النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض، وفيهم واحد جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى واستشهد في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. صاحبه الآخر الثاني مات بعده بكذا سنة، ولكن مات على فراشه، فرآهما أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ورأى أن الذي مات على فراشه، الذي مات آخرة، دخل الجنة قبل الذي مات مجاهدا في سبيل الله، فتعجب الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مما تعجبون؟ أليس قد أدرك رمضان وصام رمضان وسجد لله كذا وكذا سجدة؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. هذا الحديث يدلك على عظم وفضل شهر رمضان، أن تستغله في طاعة الله سبحانه وتعالى.